بعد ما شاب ودوه الكتاب، بس هو بيروح الكتاب عشان خاطر يتعلم، مش عشان خاطر يلعب كورة. المثل ده مش هينطبق على الكابتن احمد حسام ميدو اللي نفسه يرجع يلعب تاني ويأدي زي زمان. كان لاعب من اللاعبين المحترفين الاقوياء، اللاعبين افضل لاعبين او افضل هجامين الكرة المصرية في عهده. ولكن كابتن حسام ميدو خلاص بيقرب على ال50 سنة وعاوز يرجع الملاعب من تاني، وده حقه، مفيش مشكلة. ولكن يا كابتن ميدو محدش يقدر يحارب السن او العمر، محدش يقدر يحارب الحياه، محدش يقدر يحارب الطبيعه بتاعت ربنا في خلقه. فانت حضرتك اذا كنت هتقدر مثلا هتلعب في ملعب خماسي، تلعب مثلا 30 40 دقيقه، فانت هتلعب قدام 11 لاعب، وهتلعب في استاد مش ملعب خماسي. يعني انت محتاج جهد ضعفين الجهد الطبيعي بتاعك. فانت سيادتك العمر يعني ما اعتقدش ان هو هيديك الفرصه عشان خاطر تعمل كده. في اخبار الساعات الاخيره بتقول ان نادي القناه بيستعد عشان خاطر يقدم عرض لاحمد حسام ميدو عشان خاطر يلعب معاهم في دوري الدرجه الثانيه. وطبعا ميدو تواجد النهارده في فريق 2005 بنادي الزمالك، وكان بيقدم معاهم تدريبات. لو ميدو رجع هيبقى عاوز يرجع الملاعب علشان خاطر حاجه معينه في دماغه كلنا مش عارفينها. فطبعا مش منطقي جدا ان انت بعد العمر ده كله وبعد المشوار اللي انت عملته ان انت ترجع تاني الملاعب علشان خاطر حاجة معينة في دماغك الناس مش فاهماها. انت عايز ترجع ليه؟ مش هتقدر تأدي ومش هتقدر تكمل. كل الاحترام لرغبتك طبعا ان انت ترجع، مفيش اي مشكلة. لكن انت ممكن تلعب في ماتشات خماسي، ممكن تلعب في ماتشات على اللي هي الدورات على الشواطئ، ما فيش اي مشكله. لكن هتلعب قدام 11 لاعب، الامر هيبقى متعب ومرهق بالنسبه لك، خصوصا ان حضرتك برضو الوزن بتاعك زايد عن الوزن الطبيعي بالنسبه للاعبين الكوره. فاحنا برضو يعني مش عارفين انت هو احمد حسام ميدو عايز ايه من العوده. عاوز يرجع لنادي الزمالك، ولا عاوز يلعب وخلاص، ولا عاوز يعمل ايه؟ بصراحه مش عارفين.